ما كانتش بتحضّر أكل بس، دي كانت بتحط منشطات قوية جدًا في الأكل والشرب من غير ما العامل ده يعرف، عشان تثيره لأقصى درجة وتعيش معاه كل حاجة هي عاوزاها وكل المتعة اللي بتتمناها. والموضوع ما كانش بيقف عند عامل واحد بس، دي كانت صيادة. دخل الحمام عشان ياخد دُش عشان جسمه يرتاح ويفُك من الشغل بتاع طول اليوم، وهي دخلت على المطبخ عشان تجهز له الأكل اللي هياكله، ونوت إن هي تحط له فيه حبوب كتير منشطة علشان خاطر العامل ده ينسى اسمه وهو معاها وينسى الدنيا كلها باللي فيها. الجو كان هادي وريحة الأكل كانت مالية المكان، وأول ما ابتدى ياكل المنشطات مفعولها بدأ يشتغل. بس العامل ده ما كانش يعرف إن دي مش ليلة حب، دي هتكون ليلة نهايته. تعالوا نعرف مع بعض ازاي هانم مصر الجديدة كانت بتستخدم أنوثتها وفلوسها عشان تصطاد الرجالة. اصطادت أكتر من 100 واحد. وإيه حكاية ال5 موبايلات اللي كانوا معاها؟ الحكاية بتبدأ سنة 2018 في مصر الجديدة، حي هادي وراقي جدا. فجأة الشرطة بيجيلها بلاغ من راجل بيقول إنه لقى مراته ميتة في البيت جوه الشقة. الراجل حكى وقال إن هو روح بالليل متأخر وساعتها كان ناسي المفاتيح، وقعد يخبط كتير جدا على باب البيت، مفيش حد بيفتح، ورن على تليفون مراته كتير جدا، محدش برضو فتح. فقلق عليها واضطر إن هو يكسر الباب عشان يدخل يطمن يشوف فيه ايه. وهنا كانت الصدمة اللي ما كانش حد يتخيلها. المباحث وصلت وبدأت إن هي تفتش الشقة جزء جزء. أول حاجة لفتت نظرهم إن مفيش أي كسر في الباب خالص أو الشبابيك، فكده الموضوع مش موضوع سرقة خالص. وده معناه إن نيفين اللي هي المجني عليها هي اللي فتحت للقاتل، معنى كده إن هي على علاقة بيه وتعرفه. نيفين كانت مرمية على الأرض بلبس البيت، كانت لابسة قميص نوم شفاف، وكان في بواقي أكل على الترابيزة، إن في حد كان بياكل بواقي أكل الشخصين. وكان في طفاية سجاير فيها عقب سجارة محشي مخدرات. المباحث خدت عقب السجارة ده للمعمل الجنائي علشان خاطر يشوفوا البصمات اللي فيه. جارة نيفين جت وقالت لهم ان نيفين دي ست محترمة جدا وكريمة جدا، وكانت شايلة دهبها عندي أمانة. بس لما المباحث فتشت أكتر لقت المفاجأة اللي قلبت كل الموازين. لقت 5 موبايلات ب5 أرقام مختلفة، موبايل للأهل وموبايل للشغل. لكن في 3 موبايلات كانوا لغز كبير عليهم أكتر من 100 رقم. ولما سألوا أهلها وجوزها محدش عارف الأرقام دي خالص بتاعت مين. ومن هنا بدأوا يشدوا خيط الحقيقة. طلع إن الأرقام دي كلها بتاعت عمال توضيب اللي هم بيقفوا في الشوارع. ايه اللي يخلي واحدة في مستوى نيفين تعرف جيش العمال ده كله؟ هنا بقى الصندوق الأسود اتفتح. نيفين كانت بتعيش حياة تانية خالص بعيد عن البرستيج بتاعها. كانت بتنزل بعربيتها في الشوارع تنقي العامل اللي يعجبها وتقوله عندي شغل في الشقة. العامل يركب معاها وهو فاكر انه هو رايح يشتغل وياخد فلوس. اول ما يوصلوا البيت تعرض عليه ان هو ياخد دش عشان بقى ان هو كان شغال وعرقان وكده. وفي الوقت ده هي تدخل المطبخ تحضر بقى ايه؟ الاكل وتحط المنشطات. ما كانتش بتحضر اكل بس، دي كانت بتحط منشطات قوية جدا في الاكل والشرب من غير ما العامل ده يعرف، عشان تثيره لاقصى درجة وتعيش معاه كل حاجة هي عاوزاها وكل المتعة اللي بتتمناها. والموضوع ما كانش بيقف عند عامل واحد بس، دي كانت صيادة. اللي يعجبها تاخد رقمه وتحطه على الموبايل، واللي ما يعجبهاش ما تبصش في وشه تاني. حتى الموضوع وصل بيها ان هي كانت بتسافر محافظات بعيدة مخصوص لو حد عجبها. ممكن تروح اسكندرية المنيا تجيب عامل من الشارع وترجع بيه شقتها تاني اللي في القاهرة. كل ده وهي في نظر الناس الهانم الشيك.
المباحث بقى لما فحصت عقب السيجارة وعملت تحليل DNA ورجعت أرقام الموبايلات لحد ما وصلت لواحد كان اسمه صابر. صابر ده كان من محافظة المنيا. أول ما المباحث راحت بيته لقوا عقب السيجارة في طفايته، ولما حللوه طلع تطابق تام مع اللي كان في شقة نيفين. صابر اتمسك واعترف بكل حاجة. قال إن هو كان واقف في الشارع وشافها جاية بعربيتها وطلبت منه شغل. راح معاها، ولما دخل لقاها غيرت لبسها وطلبت منه إن هو يدخل الحمام، وحصلت معاهم العلاقة. صابر قال إن هي أعجبت بيه جدا وبقت تطلبه كتير. كانت كل شوية تتصل بيه علشان خاطر يجي. الحكاية بينهم استمرت أكتر من 3 شهور. بس مراته اللي في المنيا بدأت إن هي تشك فيه. قالت له هي ايه الست اللي كل شوية بتجيلك من القاهرة مخصوص دي؟ هو يعني مفيش عمال في مصر كلها غيرك عشان تجيلك مخصوص؟ صابر بدأ يزهق، بس عينيه كانت على الدهب اللي شافه في شقة نيفين. قال يعني بينه وبين نفسه انا كده كده هسيبها، بس لازم ان انا اطلع منها بمصلحة. وفي ليلة الجريمة دخل وهو ناوي يسرق، بس نيفين كانت شاكة فيه وشالت الدهب عند جارتها. فلما ملقاش اي حاجة ان هو يسرقها اتضايق جدا وتعصب. راح جايب سكينة من المطبخ، واول ما نيفين خرجت هجم عليها واداها 40 طعنة انتقام منها. وما لقاش في الخزنة غير 3000 جنيه بس. خدهم وهرب، وهو كان فاكر ان مفيش حد هيعرف يجيبه والموضوع مش هيتعرف. صابر كان فاكر ان هو خلاص كده هرب، بس القدر جابه من المنيا لحد حبل المشنقة. المحكمة حكمت عليه بالإعدام، والحكم اتنفذ فعلا. القصة دي بتقول لنا ايه؟ ان الحياة المزدوجة دايما نهايتها بتكون سودة، والستر لما بيروح الفضيحة ساعتها بتكون بجلاجل. السؤال هنا ليكوا يا جماعة، تفتكروا ايه اللي يخلي ست عندها كل حاجة وكل متع الدنيا دي كلها وما يكونش فعلا ناقصها اي حاجة؟ ايه يخليها ترمي نفسها الرمية دي وتضيع حياتها مع ناس اصلا ما يعرفوهاش؟ هستنى رأيكم في الكومنتات ونتقابل القصة. لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب.